السلام عليكم. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. رحبوا معاي سيداتي وسادتي بالMVP MVP of the USL Final داني كارفخال. لو تلاحظوا كارفخال قبل ما يسجل هدف كان عنده محاولتين تقريبا، وناتشو برضه في الغايم الأول، في الركنية في الغايم الأول بتاع بروسيا دائما تلقى كارفخال وناتشو. يعني كارفخال كان ممكن، ناتشو كان ممكن يسجل واحدة، كارفخال كان ممكن يسجل اثنين، وهو سجل واحدة من يعني محاولتين سجل واحدة. يعني نفس الطريقة، يعني الغايم الأول يصعد دق الأولى جات فوق، الثانية جات في الجون. حتى لو الأولى ما خشت كان حتكون كرت أحمر له هوملز، لأنه لمسها بيده. لو طلعها وما خشت جول كان كارثة، كرت أحمر وبرنتي، وكان بروسيا لقم 5 ولا 4. بس كارفخال، ومدرب بروسيا ريح كارفخال بأنه طلع أديمي، كريم أديمي. يعني أديمي كان مقدم شوط، والخطورة كلها كانت من جهة أديمي عند بروسيا. يعني أديمي كان سريع جدا، فكان متعب شوي كارفخال. فالام في بي كارفخال، يعني يستاهل الخال، والله الخال يستاهل. بالنسبة المهندس اقسم بالله المهندس فقط. والله السنة الجاية ما عارفين هنعمل شنو، اقسم بالله ما عارفين. يعني اللي يتابع المباراة يشوف مين اللي قاعد يحرك اللعب، مين اللي قاعد يوجه اللاعبين، مين اللي قاعد يستلم هناك مع من قلوب الدفاع. يعني مين اللي ينقل من اللعب من اليمين للشمال، من الشمال لليمين. يا كروس، يا كروس. ما في بديل كروس هذا، ما في له بديل. مش شخص ينقل يعني يتحكم في اللعب كذا زي كروس، ما في. فيني يا فيني، يا فيني ده لقم لك مدافع بروسيا الجهة اليمين، اداله كوبري. لا يا الله، كوبري هذا، الكوبري الحالة الكوبري هذا لوحة فنية الحالة. يعني خلاص لو انتهت المباراة وفيني ما سجل جول، اللقطة ذيك خلاص ما نبي شيء ثاني. اللي شاف اللقطة لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فيني بعيد. اليوم بلينغهام سيء مع انه صنع جول تاني، بس كان سيء تقيل. بلينغهام لازم يشتغل على السرعة بتاعته، لانه تقيل. بلينغهام تقيل جدا، يعني تصرف متأخر جدا. بلينغهام لو اليوم كان عنده سرعة في التصرف كان اقل شيء جاب هدفين. المهم الف مبروك للملوك.